أخطأ من قال أن الذي فات مات. الذي فات ما زال يعيش بداخلنا. الذين رحلوا عنا لم يرحلوا منا، بقاياهم أنهكتنا. كم من لحظة ولت لكنها بقيت طويلة، وكم من كلمة قيلت ظلت عالقة لم تمحى ولم تنسى. ليتهم أوفوا بالرحيل على الأقل، ورحلوا جيدا كي ننساهم نحن أيضا بإخلاص. كانوا مثل زرع هشيم نبت في صدري لم أتخلص منه، حتى أشعلت نارا بداخلي أحرقته واحترقت معه. وها هم يعودون بعد موتهم، في قلبي يعودون بعدما بذلت الكثير لأنساهم. يعودون ويطلبون التوبة. أتجدي توبة بعد موت؟ كان عليهم أن يشعروا بكلماتهم قبل أن تقال، أن يدركوا أفعالهم قبل أن يفعلوها، قبل أن يصنعوا وجعا لا ينسيه حتى اعتذار. أحيانا أفكر ألا أغفر، أن أضع خيطا رفيعا أمام من ينتهك حدا معي ويبكيني بحرقة، لكني أفشل دائما. ولا أعلم أكان الخطأ في غفراني المستمر أم في ثقة من حولي. نحن نستطيع أن نكون بذات الدرجة من اللؤم ونرد الصاع صاعين. نستطيع أن نشعل في قلوبهم نارا لا تنطفئ ولا تبرد. لكن الحياة أقصر من وجع القلب هذا، أقصر بكثير. لقد تربيت على ألا أؤذي الآخرين، وأن أصفح الصفح الجميل وأعرض عن الجاهلين. إنني أغفر، أحب جدا أن أغفر حتى يسقط الشخص من داخلي. لقد نضجت وزادت قدرتي على المغفرة، وزاد يقيني بأن أخطاء الآخرين لا تعني بالضرورة بأنهم سيئين. أنا أخطئ وهم يخطئون، وجميعنا يستحق فرصة أخرى. إنني أغفر لأن لي ربا يغفر وقلبا يريد أن يطهر، ولأن أفضل الانتقام هو الغفران، وهذا يكفي. بقلم جوري الهاشمي، إلقاء عامر النميان. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى.